صباح الخير يا شباب. طبعا اكو فد شغله انه مربي الدجاج اذا ما عنده خوي بقال شغلته مكيسه. هنا يصير عندنا وجبه متنوعه. عمو تسمحي لنا؟ يلا حياتي، يلا يلا خل اروح الجو حار. عافيه. نرجع لسالفتنا. البقال اذا عندك يجمع لك هاي الفضله احسن ما يذبها، قدمها للدجاج، شي كلش حلو. هنا انا كلش متونس. امور بسيطه، امور كلش بسيطه، بس بيها شويه نوع من الامل. هذا البيض دا نجهزه للبقاسه. طبعا عندي وجبات دا تطلع ما شاء الله، اعداد ممتازه. هاي تحب تبيض على ارتفاع. وهنا اخر ما تبقى. اسمعوا الصوت، اسمعوا الصوت، اسمعوا الصوت ايش قد حلو. والله كلش حلو. يوميا الصبح هيج تجمع لك كمية تونس يا شباب، بالله تونس. هذا ما ينثرم ليش بهذا الشكل مالته، يبقى حتى يطول عمره، يعني جائز الثاني يوم يبقى، بس اذا انثرم لا ما يطول. خلصنا هذا. اذا تردون باكر اصور لكم، ما باقي اي اثر له. الدجاج هسه يفضل هاي الاكل على الحبوب، لان الجو حار والحبوب بروتين كلش قوي. هذا فيتامينات، خفيف بارد. ودا تشوفون المستوى ممتاز. تحياتي لكم.